أنه لا نحيا بشعار الله الوطن الملك. برواية حفص عن عاصم. انت تعرف ده معناه ايه؟ اربط كده شوية حاجات، الحلقة دي هتكتشف فيها حاجات مذهلة على فكرة، حاجات مذهلة أول مرة تسمعها في حياتك. اربط كده، اللهجة المغربية بتستهلك كل جهاز النطق بتاع الإنسان. في المغرب بيقرأوا القرآن برواية ورش عن نافع. رواية ورش عن نافع معروفة بالتفخيم وبالقلقلة وبالمدود، وعايزة نفس طويل، والحروف بتطلع من الجهاز التنفسي كله. تعرف إن المغاربة هم أكتر شعب في العالم بيحصد جوائز روايات القرآن والتجويد القرآن في أي مسابقة بتحصل في الخليج أو في السعودية أو في أي مكان. لما بيخش فيها مغاربة دايما هما بيكسبهم. عارف ليه؟ عشان اللهجة المغربية. اللهجة المغربية بتدربه على إزاي يستخدم كل مساحة جهاز النطق بتاعه، وبالتالي زي ما بقرأه في رواية ورش. برضو رواية ورش رواية صعبة جدا، عشان كده الرواية دي اللي يتقنها بتاخد منه، بتستهلك منه جهاز النطق كله، واللي بيتقنها يعرف يجيب أي طبق صوت بعد كده. طبعا انتوا فاكرين القارئ المصري المشهور عبد الباسط عبد الصمد. عبد الباسط عبد الصمد ما عرفش يعني يوصل للمرحلة العليا اللي هو وصل لها من إتقان الصوت إلا لما درس رواية ورش عن نافع، اللي هي هنا أساسية. يعني الكل هنا بيقرأ برواية ورش عن نافع، وبالتالي الكل بيستخدم بيستخدم أعلى إمكانيات جهاز النطق، وده بينعكس في اللهجة بتاعته. فأنا عايز أقول اللهجة المغربية مش صعبة، هي بتستخدم جهاز النطق، وده بينعكس على إن هم يقدروا. على فكرة بقى الحتة دي مهمة جدا. أكتر إنسان في العالم يقدر يتعلم لغات هو المغربي، وده عن واقع وعن تجربة. أقول لكم على حاجة ظريفة خالص. في مدينة مراكش في واحدة شحاتة، يعني أحد اللي بيتسولهم واحدة سيدة كبيرة شحاتة معاها 5 لغات وبتشحت بيهم. يعني لما بيجي لها سائح من أي دولة، إيطاليا ولا أسبانيا ولا فرنسا ولا إنجلترا، بتكلمه بلغته، بتشحت منه بلغته. شحاتة في المغرب في مدينة مراكش معاها 5 لغات. ده معناه إيه؟ ده معناه إن جهاز النطق عندهم اشتغل وطلع كل الإمكانيات اللي فيه، فقابل لتعلم أي لغة بسرعة. المغربي أسرع واحد يتكلم، يعني بيتعلم بسرعة جدا الفرنساوي والأسباني والإنجليزي والعربي بلهجاته. يعني المغربي يفهمك لو أنت خليجي، يفهمك لو أنت عراقي، لو أنت شامي، لو أنت مصري يفهمك، يفهم كل دول. وفوق كل ده يفهم الأسباني والفرنسي والإنجليزي، ويعرف يتكلم كل دول. يبقى هو واقف بيتكلم خليجي ومصري وشامي وعراقي، وفي نفس الوقت أسباني وفرنسي وإنجليزي، بيسمعهم كلهم وبيفهمهم كلهم، لأن هو جهاز النطق بتاعه تم استخدام أعلى إمكانيات، وبالتالي يعرف يميز الأصوات ويعرف يقولها. شفت بقى اللهجة المغربية. وعلى فكرة كمان الملك حسن الثاني بيقال إن هو كان واخد تاني أو تالت، مش متذكر بالظبط، تاني أفضل نطق فرنسي في العالم. على فكرة المغاربة بينطقوا الفرنسي أحسن من الفرنسيين أنفسهم. فالملك حسن الثاني كان بيتكلم فرنسي، ولما بيخش في حوار إذاعي مع مذيعين فرنسيين بيكلموا بالفرنسية، مش محتاج مترجم. تاني أو تالت أحسن نطق في العالم فرنسي كان الملك كان مغربي. بالمناسبة الملك الآن الملك محمد السادس بيقال إن هو معاه 7 لغات. يعني بيكلم الملك الأسباني بالأسباني، بيكلم الملك الفرنسي بالفرنسي، بيكلم أي رئيس في العالم بلغته، معاه 7 لغات. طب ده كله جه منين؟ يعني هنا ليه المغاربة عندهم القدرة على تعلم اللغات وإتقانها وبيقولها بالظبط؟ ده احنا عندنا في مصر أستاذ الجامعة لما بيجي ينطق كلمة بيقولها بطريقة لا يمكن إن هي دي تبقى الكلمة الأصلية. انت رايح استاذ جامعه ايه؟ لما كان انتوا عارفين قبل كده اللي كان بيقول لك الووتر والالكول دونت ميكس، يعني نطق. لما طلع عندنا احد مستشارين رئاسه الجمهوريه قبل كده في مصر، كان بيعرف يتكلم عربي وانجليزي في مؤتمر صحفي عام، انجليزي مظبوط لانه كان درس بره. المصريين كلهم انبهروا منه، ازاي انه يعرف ينطق انجليزي صح، لان كل فاكرين انتوا فيلم عسل اسود لما كانت بتقول ثانك يو فيري ماتش؟ يعني النطق المصري، لان اللهجه المصريه بتاعتنا لهجه سهله ولهجه سلسه، ما بتستهلكش الا جزء بسيط من جهاز النطق، وبالتالي تعلم اللغه بيبقى تقيل علينا، ما بنعرفش نتكلم كذا لغه في نفس الوقت. لكن على النقيض
هنا في المغرب لان جهاز النطق كله شغال، فبتعرف تقول بيه اي لغه، لان هو بيستخدم اللغه العربيه الصح. ده كمان بيستخدم روايه ورش اللي هي صعبه. والوقت بقى هناخد المصطلحات والجمل اللي بتتقال والدارجه وسط المغربيه كلها، لان هنا في المغرب في 48 لهجه، لان في الشمال بتبقى اللهجه مختلطه بكلمات اسبانيه، في الوسط وفي الجنوب بتبقى مختلطه بالفرنسي، يعني في كل حته بيبقى فيه بعض الاختلافات، لان هي 48 لهجه وموجوده في الدستور المغربي. لكن في كلمات مشتركه، المغربي الشمالي مع المغربي في الجنوب كلهم بيتواصلوا باللهجه المشتركه دي، ودي اللي احنا هناخد مصطلحاتها دلوقتي. لما بتقابل حد بتقول له، طبعا انا هقول بالمصري وترجمها بالمغربي، انت بقى تسمعها بالمغربي تفهمها بالمصري، المصري كلكم هتفهموه فنفهمها بقى بالمغربي وهنفهم هي جت منين. لما بتقابل واحد بتقول له ازيك، عامل ايه، اخبارك ايه، الاسره كويسه، كلكم تمام، ده الطقم اللي انت بتقوله لاي واحد لما بتقابله. نفس الفكره بالظبط، يعني انت لما بتمسك تليفون، الو ازيك، عامل ايه، اخبارك ايه، كويس، الحال كويس، ده الطقم اللي انت بتقوله. نفس الطقم ده بيتقال رصه كده طويله برضو مقابله له، اسمها كي داير، لاباس عليك، سايحه لاباس، الوليدات لاباس. ايه اللي انا قلته ده؟ كي داير جايه من كيف داير، يعني امورك عامله ايه، ازيك. كي Inclusive economics is the key to America's future, to the world's future. Operation Hope going into the Middle East is really important. Giving all those young people something to look forward to, something positive, something that is unifying, is important. In the aftermath of this horrible thing in France, I said, it's great. He's going to Morocco. The king of Morocco is a direct descendant of the Prophet Muhammad. Ordered the total restoration of every standing synagogue in the country. Think about that. And the Moroccan Jews that went to Israel have been told that if any of them want to come home ever, they will be welcome to their ancestral land and treated equally as brothers and sisters. That's the kind of future we got to build. Inclusive politics, inclusive economics. And دعارة. لكن فيه كمان في المغرب رجال أشداء، رجال حافظوا على الدين الإسلامي عبر تاريخه، هم اللي فتحوا الأندلس. أيوة، ولما اتفتحت الأندلس من المغرب العربي، لما كان طارق معاه موسى بن نصير عبروا بجنود مغاربة أشداء. ولما النصارى حبوا يوقعوا الأندلس أكتر من مرة، اللي أنقذهم 4 مرات عبر التاريخ كانوا المغاربة. يعني فتحت الأندلس وعطلت سقوط الأندلس أكتر من 600 عام. المغرب إحدى بلاد أرض الله التي حباها من النعم والخيرات ما أثر في طبيعة أهلها وشعبها. أن تكون مغربيا يعني أنك تمتلك تلك الصفات الواردة في هذا الفيديو. فيه تطور وفيها تقدم. يوجد في المغاربة صفة منتشرة وهي صفة العطاء، دايما معطائين، دايما بيدهم، دايما لو هو يكون معاه حاجة وانت قاعد جنبه لازم يديك منها. المغاربة من أجمل الصفات اللي فيهم واللي ربنا سبحانه وتعالى حثنا عليها صفة العطاء، مش صفة الإمساك والبخل وإنك تمسك النعمة. طالما معاك نعمة خلي غيرك يدوق منها، خلي غيرك يستوعب منها ولو جزء. الصفة دي هتزيد شوية في الصفة السادسة وهتبقى صفة الكرم. لما حد مغربي يعزمك يبقى يومك إن شاء الله هتروح فيه وانت شبعان شبع يكفيك شهر قدام. ليه؟ لأن العزومة هنا في المغرب لما بيعزمك بقى أهالي البلد بتجد العزومة بتبقى عدة أشواط وعدة مراتب. لما والدي جه هنا المغرب، لما والدي ووالدتي جم هنا المغرب وكانوا معزومين طبعا، بيجي الأول الأكل على كذا شوط، يعني الشوط الأول، الشوط الثاني، الشوط الثالث، الشوط الرابع. فوالدي ما كانش يعرف العادات اللي هنا، فمن أول شوط جه، أول حاجة جت، أول طقم اتقدم كل منه لغاية ما شبع وخلاص، لأنه فكر هو ده، زي يعني طبيعة بلاد تانية إن من أول مرة بالأكل بيبقى كده هو ده. لكن بعد ما خلص لقى الشوط الثاني دخل وما عادش فيه مكان في المعدة،
مع ان الشوط الثاني ألذ وامتع واجمل، ومفيش يعني قاعد يتحسر على الاكل اللي جه، هياكله فين وهو خلص المكان في المعده. يقوم الشوط الثاني يتشال من قدامه ويخش الشوط الثالث، والشوط الثالث امتع واجمل من الشوط اللي قبله، بس ما عادش مكان. فهنا تلاحظ ايه بقى من الموضوع ده؟ تلاحظ ان عندهم وفره وعندهم زياده. الوفره والزياده في العطاء تتسمى كرم. يعني عندهم صفه العطاء اللي هي الصفه السبعه، والصفه بقى السته الوفره والزياده، فدي معطاء الحمد لله. لكن ما اتعلمت